بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا حبايبي انتوا عارفين ان دلوقتي الفلفل الحراق كتير وصغير، بيبقى فيه نسبة الحرارة عالية، بيبقى سبايسي عالي جدا. وفي وقت تاني بيبقى في السنة بينزل الفلفل اللي هو العادي ده مبيبقاش فيه حرارة، فانتوا تقريبا بتبقى عايزين الفلفل الحراق عشان حرارته، عشان ان هو سبايسي. فدلوقتي انا هعمله معاكم وهنعينه عشان في الوقت اللي يبقى الفلفل عادي نطلعه ونشتغل بيه. تمام، خليكم معايا بقى يا حبايبي عشان تشوفوا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين في التعليق يا حبايبي. كده انا هحط معاكم الفلفل في الكبة الصغيرة دي وهنفرمها كده. هنفرمه اهو، يعني مش تقطيع يعني مش هنقطعه صغير ولا هنقطعه كبير كده. تمام، ادي الفلفل اهو بعد ما قطعناه فرمناه في الكبه. هنشوف هنعينه ازاي بقى، وهنخزن وطلعوه حلو، مش هيبقى فيه ميه. لما هتعملوه زي ما انا هعمله دلوقتي ان شاء الله يبقى معاكم حلو ان شاء الله، لان انا بستعمله بيبقى زي ما اكون عاملاه دلوقتي. ادي الفلفل اهو. تمام، هنحطه بقى في الكيس وهنعبيه ونحطه في التلاجة، وتشوفوا هيتحط ازاي يا حبايبي عشان يفضل معاكم كويس. دلوقتي هنعبي الفلفل في الكيس اهو. الكيس اهو كده. لازم نفرده ما نحطوش على بعضه. تمام، نخليه مفروض خالص كده عشان ما يعملش ميه، عشان تاخدوه كانكم لسه فرمينه دلوقتي حالا. بتفردوه خالص خالص كده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، وتخرجوا منه الهواء خالص. ايه رايكم بقى؟ هو كده تمام، شايفينه اهو. هيقعد معاكم في التلاجة، وقت ما تعوزوا تشتغلوا بحاجه سبايسي تطلعوه تاخدوا منه، هيبقى زي كانكم لسه عاملينه دلوقتي حالا. وجربوه وادعوا لي بقى يا حبايبي، ولايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه، احبكم في الله.